هلو تسوزم، عمركم سمعتوا مثل رجع بخفي حنين؟ طيب تعرفوا قصته ايه؟ وليه بنقولوا على اللي بيرجع خايب ومحققش حاجة؟ المثل بالألماني متليغن هندن سوق الكومن، يعني رجع بخفي حنين. تعالوا بقى احكي لكم الحكاية. لوز جيتس. من زمان قوي كان في صانع أحذية شاطر اسمه حنين، وكان معروف في البلد ان شغله نظيف ومظبوط. في يوم جاله راجل من البدو عشان يشتري خفين. فضل يقلب في الأحذية ويسأل عن السعر ويقول له غالي، طب ما ينفعش كده، طب خليه أرخص من كده. فضل كده وقت طويل وحنين تعب منه جدا، وفي الآخر الراجل مشي من غير ما يشتري حاجة. حنين اتضايق جدا وقال أنا هعلمه درس عمره ما ينساه علشان ما يعملش كده تاني. فقرر حنين ينتقم منه، لكن بطريقته الذكية. سبقه على الطريق اللي ماشي فيه وحط خف واحد في أول الطريق، وبعد شوية مشي مسافة تانية وحط الخف التاني، وبعدين اتخبى في حتة بعيد وفضل يراقب اللي هيحصل. الراجل وهو ماشي لقي الخف الأول، فقال ده واحد بس ملوش لازمة، وسابه وكمل طريقه. وبعد شوية لقي الخف التاني، فاستغرب وقال طب ده كده خفين، أنا لازم أرجع أجيب الأول. فساب نقطه وأمتعته كلها ورجع يجري عشان يجيب الخف اللي سابه، لكن حنين كان أذكى منه وخد الخف. ولما وصل صانع الأحذية ملقاش الخف، وبعدين قرر يرجع لنقطه عشان يكمل طريقه. لكن هنا كانت المفاجأة. لما رجع للمكان اللي كان سايب فيه نقطه وأمتعته ملقاش أي حاجة. كان حنين استغل الفرصة وخد الناقة وكل اللي عليها واختفى تمام. فضل واقف مش مصدق اللي حصل، ورجع لقومه لا معاه ناقة ولا الخف ولا أي حاجة. متليغن هندن سوغ الكومن، رجع بخفي حنين. ومن وقتها بقى المثل ده بيتقال لكل شخص يطلع علشان يحقق حاجة ويرجع في الآخر من غير ما يحقق أي حاجة. إند. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وقولولي في الكومنتس هل حصل معاكم قبل كده ورجعتوا بخفي حنين. أشوفكم في فيديو جديد. تشوس.